اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. سمعوا خوتي شوفوا هاد الفيديوهات القصار ونرجعوا نكملوا ان شاء الله. كمل الله يلحق الله يلحق الله يلحق الله يلحق. هاد الشاحنات الاخوان اللي شفتوا محروقين في الفيديو غتسمعوا بعد ساعة او ساعات او بعد قليل غتسمعوا من البوليزارو وابواقهم على انهم مقصوفين في معبر قرقارات من طرف بين قوسين الجيش الشعبي الصحراوي بين قوسين. وغتسمعوا كذلك بلاغات البوليزارو غيقول لك الجيش الشعبي الصحراوي يقصف معبر قرقارات والشاحنات المغربية. شي من الكذيب والزفيط. هادو الشاحنات محروقين داخل التراب الموريتاني على مقربة من نقطة 55 المحاذية لمعبر قرقارات. وانا فعلا وصلوني وسولت عليهم موريتانيين قلت لهم شنو السبب، شنو واقع بالضبط، شنو هو سبب حرق هذه الشاحنات. قال لي واحد الاخ موريتاني على انه هذه الشاحنات باغين يدخلوا الاراضي المغربيه، باغين يدخلوا الصحراء المغربيه، هم شاحنات الصحراويين. وهنا كيشير لي بين قوسين انهم تابعين للبوليزاريو، وحدين حاملين الجنسيه المغربيه او موريتانيين ولكن مع البوليزاريو بغا يدخلوا الصحراء المغربيه. وانه المعبر قرقارات ولا زاد النقطه 55 الموريتاني رفضت على انه اصحاب الشاحنات او هذه الشاحنات تدخل الاراضي الصحراويه المغربيه. وبقاو هاد الشاحنات مصطفين على التراب الموريتاني. نكرر لكم داخل التراب الموريتاني، ما كيعنوش نهائيا الصحراء المغربيه، داخل موريتانيا بقاو مصطفين يعني لساعات او ليوم تقريبا. وبعد ذاك ظهر هذا الحريق، واحتمال كبير احتمال كبير على انه يعني ما هو يعني عمل متعمد، يعني فعل فاعل، اما بوطه او شيء من هذا القبيل. وقال لي شخص اخر، قال لي واحد الشخص اخر ولكن تبقى بين قوسين لانه فعل فاعل اللي حرقهم متعمد، وانهم ما باغيينش يدخلوا الصحراء المغربيه وشي واحد حرقهم. ولكن كتبقى الانباء متضاربه. ولكن اللي كيهمنا حنا، اللي كيهمنا لحد اللحظه كوننا مغاربه وقضيه الصحراء المغربيه، انه هذه الشاحنات محروقين داخل التراب الموريتاني، ما هو داخل الصحراء المغربيه نهائيا، داخل التراب الموريتاني. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم.